واش كتعرف بلي الاف ديال العائلات باقيين كيتسناو شي اخبار على الحباب ديالهم؟ شنو واقع دابا في سجن سيدنايا؟ واش معارضة سوريا قادرة تسير المرحلة الجاية؟ بقى معايا باش تعرف الحقيقة كاملة وشنو واقع في هاد اللحظة وشنو يمكن يتبدل في البلاد من هنا. أنا عمر بوتشيفة، صانع محتوى مفيد ومتنوع، من قصص ملهمة، من نصائح عملية، وحتى من المعلومات اللي تقدر تفيدكم في حياتكم اليومية. وكذلك جرافيك ديزاينر، فيلم ميكر وفيديو إديتور، كنحاول باش نشارك معكم أفكار بسيطة ولكن كتعطي فرق كبير. سقوط نظام الأسد في شهر دجنبر 2024، المعارضة السورية المسلحة أعلنت السيطرة على دمشق وهروب بشار الأسد. هذا الحدث بدل المشهد السياسي في البلاد وفتح النقاش على حلول سياسية جديدة ومع بزاف ديال التساؤلات. واش المعارضة قادرة تسير البلاد في هذه الظروف؟ هذا السؤال غادي نجاوبوا عليه في آخر الحلقة. واش بشار الأسد كان قائد صالح لسوريا؟ رأي الناس على بشار الأسد مختلف، كاين اللي كيشوفوا صالح، كاين اللي كيشوفوه هو سبب المشاكل اللي واقع في البلاد. وفي هذه الفقره غادي نهضروا على بعض النقاط باش نفهموا الموضوع اكثر. علاش البعض كيشوفوه قائد صالح؟ كاينين ثلاثه ديال النقاط: استقرار في بدايه الحكم ديالو ما بين 2000 و 2010، والحفاظ على سياده الدوله، والعلاقه مع الحلفاء الاستراتيجيين. بالنسبه للنقطه الاولى وهي الاستقرار في بدايه الحكم ديالو ما بين 2000 و 2010، كان كيبان انه غادي يبدل شويه من الطريقه ديال الوالد ديالو، دار شويه ديال الاصلاحات في الاقتصاد وفتح مجال لبعض الحريات. سوريا كانت مستقره مقارنه مع دول اخرى في ذاك الوقت. النقطة الثانية وهي الحفاظ على سيادة الدولة، كان كيواجه بزاف ديال الضغوطات الخارجية وكيحاول يحافظ على السيادة ديال سوريا وما يخليش التدخلات الخارجية تسيطر. والنقطة الثالثة وهي العلاقة مع الحلفاء الاستراتيجيين. التحالف ديالو مع روسيا وإيران ساعد البلاد في البقاء قوية قدام بزاف ديال الأزمات الدولية. وعلاش البعض كيشوفوه قائد ماشي صالح؟ كاينين 4 ديال النقاط: القمع وانتهاك حقوق الإنسان، الفساد وعدم تحقيق الإصلاح، تفاقم الأزمة والحرب الأهلية، والاعتماد على قوة أجنبية. القمع وانتهاك حقوق الإنسان من بدات الثورة السورية في 2011 تعامل معها بالعنف والقمع والناس كيتهموه بانتهاك حقوق الإنسان. وبالنسبة للسجون بحال سيدنايا ولات رمز للقمع والظلم في الحكم ديالو. والنقطة الثانية وهي الفساد وعدم تحقيق الإصلاح. رغم الوعود اللي عطاها، النظام ديالو بقى غارق في الرشوة والفساد، والعائلة ديالو سيطرت على الاقتصاد والسياسة. النقطة الثالثة تفاقم الأزمة والحرب الأهلية. العنف اللي استعمل ضد الاحتجاجات السلمية كان سبب فاش تحول الحرب الأهلية. الحرب دمرت البلاد، قتلت مئات وآلاف وشتت ملايين الناس، نصف سكان الجمهورية داخل وخارج سوريا. وآخر نقطة في هذه الفقرة وهي الاعتماد على القوة الخارجية. خلال الحرب بشار تلقى الدعم من إيران ومن ميليشيا حزب الله ثم روسيا، ولكن هادشي خلى البلاد تابعة لهاد الدول وما تقدرش تاخذ قرارات مستقلة بسهولة. خلاصة ديال هذه الفقرة: في البداية كان كيبان انه غادي يكون انسان صالح، ولكن القرارات اللي خدا خلال الثورة السورية والعنف اللي استعمله خلى بزاف ديال الناس يشوفوه سبب في انهيار البلاد. ومع ذلك كاين اللي كيشوف انه كان ضحية مؤامرات دولية وضغوط خارجية. شنو رأيك انت؟ واش كتشوفوا انه كان صالح ولا هو السبب في المشاكل؟ سجن سيدنايا كشف النسور بعد سقوط النظام. من بعد سقوط نظام الأسد عرف سجن سيدنايا تطورات كبيرة: تحرير المعتقلين، عملية البحث والتفتيش، توثيق الانتهاكات وشهادات الناجين. تم إطلاق آلاف السجناء، البعض منهم كان محبوس من الثمانينات، والسجن كان معروف باسم المسلخ البشري بسبب الانتهاكات الخطيرة اللي وقعت فيه. فرق إنسانية منهم فريق من وكالة الكوارث التركية آفاك بدات كتفتش في السجن باش تقلب على زنازين مخبية، والسجناء ممكن يكونوا باقيين محتجزين. حوالي 80 عنصر مجهزين بتكنولوجيا حديثة كيساهموا في هذه العملية. وسائل الإعلام حصلت على وثائق من السجن اللي كتكشف على اعدامات جماعيه، وهادشي كيبين على حجم الجرائم اللي ترتكبت فيه. السجناء اللي خرجوا بداو كيحكيو على المعاناه ديالهم والظروف القاسيه اللي عاشوها داخل السجن. هاد التطورات كتبين المجهودات باش يتكشفوا الحقائق وتحقق العدالة للضحايا والعائلات ديالهم. واش المعارضة السورية قادرة دير تسيير المرحلة الجاية؟ المعارضة السورية كتواجه تحديات كبيرة: إدارة المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، التنوع السياسي والعسكري، الضغوط الخارجية، المصالحة مع النظام والمجتمع الدولي، الخدمات والبنية التحتية. المعارضة كتكون من جماعات متنوعة سياسيا وعسكريا ولكل وحدة منها أهداف مختلفة. التعامل مع هذا التنوع وتوحيد الصفوف لتحقيق هدف مشترك غادي يكون صعب. كتعرض المعارضة للضغوط من دول عندها مصالح
مصالح متضاربة في سوريا، وهذا الشيء يمكن يأثر على الاستراتيجية والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة. الدعم الدولي ضروري، لكن يحتاج إلى توجيه وتنظيم بشكل فعال. ضروري تسعى المعارضة للحوار مع النظام والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار. مصالحة مهمة لضمان وحدة البلاد وحل الصراعات السياسية والأمنية. كتحتاج المعارضة للتعامل مع إعادة بناء بنية التحتية والخدمات العامة اللي تدمرت خلال النزاع. توفير الأمن واستعادة الخدمات الأساسية غادي تكون مهمة لكسب ثقة الشعب واستقرار البلاد. المرحلة الجاية في سوريا غادي تكون صعيبة ومعقدة، ولكن فيها فرص لتحقيق الاستقرار والسلام. المعارضة غادي تحتاج توحيد الصفوف ديالها واستغلال الدعم الدولي بشكل فعال للتعامل مع تحديات المستقبل. المصالحة وإعادة البناء غادي يكونوا مفتاح لتحقيق استقرار طويل الأمد. التحدي الأكبر هو التغلب على التنوع الداخلي واستخدام الموارد بشكل جيد لتحقيق حلول مستدامة.